كسبت 5 جنيه 5 جنيه. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في كل مكان. النهارده ان شاء الله فيديو جديد، فيديو جامد جدا هيعجبكم. خدنا الاجازه، قلنا ندلع نفسنا ونشهيص نفسنا ونروق على نفسنا ونجيب لنا الحاجات الحلوه اللي عماله بتكسب فلوس وهدايا وحاجات حلوه كتير. يلا بينا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونفتح اول علبة. معايا علبة بسكويت اللي هو دولار كونو. ده موجود في الاسواق وبيقولوا ان هو بيطلع فيه فلوس. العلبة فيها 24 وحدة، والوحدة بتتباع ب2 جنيه، وانا جايباها ب45 جنيه. وعندي كمان الكرتونة التانية اللي هو فرحتك بزيادة. ده انا جبته، انا كنت عاملاه قبل كده، بس انا لقيت الهدايا دلوقتي مختلفة. يعني احنا جبنا كام كيس كده من السوبر ماركت، لقينا الهدايا مختلفة، فعرفت ان هم غيروا الهدايا، فقلت لازم افتح معاكم الكرتونة دي وتشوفوا الهدايا الجديدة اللي هم حطوها في الاكياس. نشوف هنعمل ايه، نحضر بقى حاجتنا ونشوف الهدايا اللي معانا وحظنا النهاردة هيبقى عامل ازاي. الكرتونة فيها 8 والكيس بيتباع ب10 جنيه، لكن الكرتونة على بعضها ب72 جنيه، فيها 8 جنيه توفير يعني. نحضر حاجتنا بقى كده وهنبدأ بالبسكويت الكونو. يلا بينا ناخد كده أول واحدة ونشوف هيطلع لنا ايه وحظنا هيكون ايه النهاردة. بسم الله. ما كسبناش اول واحدة معايا، ما كسبناش حاجة. هو بسكوت صراحة خفيف شوية. عارفين الفريسكا بتاع الزمان اللي كانت بتتباع على باب المدرسة كده، وكان لونها بامبا وكان فيها تقريبا عسل اسود من جواها، وانت بقى وبختك كان بيطلع فيها بقى حظ بقى، ممكن يطلع شيلين باريزة، وممكن يطلع لك لعبة صغيرة. هو نفس الفكرة كده، بسكوت هايش كده شوية، وفي حتة شوكولاتة كده وشوية فتافيت البسكويت جواها. ودي كمان فاضية ما فيهاش حاجة. ودي كمان فاضية وما فيهاش حاجة. هما بيقولوا بيطلع فيه فلوس، كل واحد بقى وحظه. ودي كمان فاضية. ده شوية الفتافيت اللي بقولكوا عليها، بسكويت الكور الصغيرة. دي كمان حظنا بقى ولا حاجة، فاضية برضو. كانوا الأول بيحطوا اللي هو الفلوس اللي هي كده وكده، دي بطلوا يحطوها بقى، الورق غلي والحاجة غليت فاضية أحسن. دي كمان فاضية. وزي ما انتوا عارفين ده بحطه فيه علبة وبقفل عليه عشان البسكويت ما يبص. ايه ده، كسبت 5 جنيه 5 جنيه. ماشي، كسبت 5 جنيه، اول 5 جنيه. ماشي، حلو برضو، مش وحش، احسن ما فيش. كسبت كمان، دي كمان 5 جنيه. ماشي يا عم يا عم. كسبت 5 جنيه كمان، 10 جنيه كسبت 10 جنيه كده، رضا قوي. يا رب. جنيه طيب، ما كسبناش. ودي كمان. تعالوا انتوا هنا بس، اقعدوا هنا. 10 جنيه يا جماعة، كسبت 5 في 5. ما فيش حاجة.
وهنا كمان مفيش حاجة، ما كسبتش حاجة. برضو دي ما فيهاش حاجة. والله انا لحد كده يعني راضية يعني بال10 جنيه دي. الحمد لله ما فيهاش حاجة. هما شكلهم كده كلهم اللي جايين ما فيهمش حاجة يعني، بس برضو لازم نفتحهم كلهم. اتفضلوا معانا. ودي كمان ما فيهاش حاجة. ما فيش. بغض النظر بقى عن 5 جنيه ولا جنيه ولا ايا كان، بس هي فرحة المكسب عامة يعني. بتحس ان انت مبسوط كده ان انت لقيت حاجة يعني، وبختك حلو وحظك حلو. ما فيهاش حاجة، كلهم كده ما فيهمش حاجة خلاص. عشان ما اطولش عليكم، انا بقى حطيتهم في العلبة زي ما بقول كده. ودول ال10 جنيه اللي احنا كسبناهم النهاردة في بسكوت كونو. يلا نشوف بقى حظنا آه في البوزو. طبعا شركة الحصان البوزو بتاعها حلو، انا قلت قبل كده. وفي منه أطعمة مختلفة، في بالجبنة، احنا جبنة بالجبنة، وفي بالطماطم، وفي تقريبا بالشطة والليمون يعني. نفتح بقى اول كيس كده ونشوف الهدايا الجديدة اللي هم حطوها. قلم كسبت قلم فلوماستر. حلو مش وحش برضو، اللي هو القلم المارك. مش عارفة بقى لونه من جوه، نفس اللون. حلو ده في المذاكرة. حلو. اللي بعده بقى. ده هنا طلعلي ايه ده؟ مش عارفة ايه دي بصراحة. هي لعبة، اكيد لعبة. تقريبا اللي هي زي اللي هي النبلة دي، مش عارفة اسمها ايه. بس دي طبعا يعني بصراحة انا ما بحبهاش، لان لو حد جابها في واحد ولا حاجة ممكن لا قدر الله يعوره ولا حاجة. ده تالت كيس معايا. دباسة صغيرة. الله حلو قوي، انا بحب الدباسة دي من زمان. بتنفع قوي في الشنطة، شنطة المدرسة او شنطتنا العادي. حاجة ندبس ورق ولا حاجة. هي الدراسة جاية تجري ورايا، ده احنا لسه بنقول خدنا الأجازة. قلم ودباسة مش عارفة في ايه. حتى الأجازة مش عارفين نتنى عليها ربي. هنا ده فاضي ده. لا في حاجة. كاميرا. كاميرا اللي هي اللي فيها الرسومات دي، عارفينها. نفتحها كده ونشوفها مع بعض. يا رب بس تكونوا تشوفوا معايا يعني اعرف اوريها لكم. هقربها كده عشان تشوفوا ايه اللي جوه. كان زمان فيها ميكي هنا ايه ده؟ حديقة الحيوانات جوه ايه. حلوة قوي. والاسد والدبة. حلوة، لا جميلة، والزرافة. حلوة الكاميرا دي قوي. طيب لحد كده الهدايا كويسة، يعني مش وحشة برضو. هي اتغيرت عن المرة اللي فاتت على فكرة، لو متابعيني وشفتوا الفيديو اللي قبل كده. طبعا كله عايز يهجم على الهدايا وعلى الحاجة. ثواني يا جماعة ثواني. طيب هنا في ايه؟ قلم تاني، قلم الدراسة بتطاردنا.
قلم برضو فلوماستر او المارك برضو معانا. آم، ياه، كمان قلم. هنجمع بقى دستة الأقلام ولا ايه النهاردة؟ نفس اللون طيب، ماشي. اخر كيسين بقى، اخر كيسين. الكيس ده تحس ان هو تقيل كده، مش عارفة في حاجة اكيد. بسم الله. اتوبيس البوليس. كان طلع لي واحد قبل كده اصفر بتاع المدرسة، حلو برضو مش وحش. بصراحة لما كنا بنجيب اكياس يعني، ما كنتش بصور ولا حاجة، كان بيطلع لنا هدايا مختلفة عن كده، بس هو مسألة حظ يعني. ده كمان اخر حاجة معايا، مسدس، اللي هو لما مالك يا عم، لما تضربه كده اللي هو يعني يلزق على على الازاز او على السيراميك. بس هو الصراحة يعني ايه، بعافية شوية، مش مش شغال. عايزه اوريكم بقى ان احنا كنا جايبين الاكياس اللي هي بالطماطم. في حد قال لي الطماطم فيها العاب احسن وهدايا احسن، بس انا ما اقتنعتش صراحه. الحاجات دي طلعت لي في اكياس الطماطم العربيه الحلوه اللي بتجري دي، وده الكوريكتور برضو طبعا خاص بالدراسه. يا رب ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معانا بالفيديو وبالاجازه وبالهدايا، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. وما تنسونيش تعملوا لايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد.